السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حكايات من التراث الجزائري. حكايتنا اليوم مكشني ما يعرفهاش صرات في القصبة. حكايتنا بعنوان فاطمة المعكرة. يحكوا بكري ويقولوا في قديم الزمان وبالضبط في حي القصبة بالجزائر العاصمة. كانوا يعيشوا زوج اخواتات في الدار اللي خلوها ليهم والديهم بعد ما توفاو. وحدة كانت متزوجة وعندها الولاد، والزوجة كانت عزبة وكانت متحرة بزاف. كانت تصبغ شعرها باللون الأحمر، وخدودها كانوا حمورة وفيهم النمش، وعلى هكا الناس كامل يعيطوا لها فاطمة المعكرة. وكانت ثاني تبغي الحنة وتموت عليها، وعلى طول محنية. وحدة النهار من النهارات خت فاطمة الكبيرة طيبت الزليف ولا البوزلوف، تختلف نطقه أو اسمه في معظم الولايات، ولكنه يبقى طبخة محبوبة عند معظم الجزائريين. كانت الله يبارك شاطرة في الطياب، وماكلتها بنينة لدرجة أنه ريحة الطبخة وصلت لجارتهم اللي تسكن معاهم وكانت حامل. وكشمت هذيك الريحة هبلت على البوزلوف وتشهاته مسكينة وتوحمت عليه، وحشمت باش تقولهم عطوني. ولت غير تدخل وتخرج عند جيرانها، كل خطرة دير سبة، خطرة دير سبة بالنار تكثر في السبايب غير باش تدخل وتشوف. وفاطمة مجمعة وتشوف من بعيد. ومن بعد كي راحت الجارة، راحت المعكرة للكوزينة وقالت لاختها الكبيرة اعطي هذه الطبخة كامل للجارة، راهي توحمت عليها ما تخليهاش في خاطرها. رفضت اختها وما حبتش، قالت لها مين نعطيها لها هي وراجلي وولادك يجوا شي ياكلوا. وهنا المعكرة جاتها فكرة، وقالت لاختها واش رايك لو كان تقبلي وتمدي كاع هذه الطنجرة كامل للمرأة المتوحمة، وانا نتنزل لك على حقيت على ميراث في الدار، وتبقى لك وحدك انتي وولادك. المهم أختها الكبيرة فرحت وقبلت بالصفقة، ومدت هذيك الماكلة للجارة، وعلى أساس الدار بقات ليها وحدها. وكي الحق الليل رقدوا كامل، وفي الصباح كي ناضوا شافت الخوت الكبيرة باللي المعكرة ما بانتش، وراحت تحاول تحل عليها الغرفة تاعها باش تشوفها. مين بغات تتحل ما قدرتش تدخل ليها، كان الباب مسكر من الداخل. واختها قاعدة تتحس باللي كاين حركة في البيت، عيطت للجيران باش يعاونوها ويفتحوا الباب. وكيف فتحوا الباب لقاو المنظر اللي قاع بقاو يهضروا عليه، فاطمة ميتة ومغسلة والروايح الطيبة تخرج منها، حتى انه ذيك الريحة فاحت في قاع الدار وفي قاع ذيك المنطقة. يقول لك المعكرة كانت صاحبة قلب طيب وحنينة، ومين جاو باش يرفدوها باش يدفنوها ما قدروش كاع يرفدوا الجثمان تاعها، وعلى هكا دفنوها في بيتها وفي غرفتها. ولحد الآن هذه الدار موجودة في العاصمة وتسمى بدار المعكرة، والضريح مازال موجود. سبحان الله، ربي عطاها حسن الخاتمة، سمحت في الدار لاختها على جال الجارة، وربي كتب لها هذيك الدار تموت فيها وتندفن فيها، والله يرحمها ويرحم جميع الأموات. واللي يزيد يعرف على هذه الحكاية يشرفني في التعليقات، وإلى اللقاء.